السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة باتيسري إكرام. كيف ما كتشوفوا جبت لكم هذا الجمال وهذا الغزال هذا البلاطو كيحمق مذاقا وشكلا. اللي ذاقو عجبو واللي شافو حمق عليه. كيصلح جميع المناسبات والأفراح، وعلاش لا الكوموندات ديالكم. كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم صحة وعافية وعواشركم مباركة إن شاء الله. إذا نبداو على بركة الله، نشوفوا الطريقة والمقادير ديال التحضير. وهنا غادي نشارك معكم ثلاثة ديال الأشكال الحلويات مميزين مذاقا وشكلا. كيف ما قلت لكم نبداو على بركة الله. أول صابلي غادي نبدا به هو صابلي بريتزل، راه معروف عند الجميع. المذاق ديالو كيجي خيالي. عندي الزبدة هنايا حيوانية بحرارة المطبخ، تكون رطبة اللي غتساعدكم في الخدمة، مع السكر كلاصي سبيسيال يكون مغربل حتى هو. غادي نمزج العناصر هادو بجوج مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيف الفخوماج، ثلاثة الفخوماجات بحال هكذا، وغادي نزيد نمزج العناصر كاملين عاوتاني مع بعضياتهم. يمكن لكم تستخدموا حتى في الباتوغ، ما كاينش مشكل. كما العاده المقادير كنخليها لكم في اسفل صندوق الوصف بالتدقيق، وغادي نكمل معكم الشرح بحال هكذا. غادي نمزج العناصر كيف ما كتشوفوا حتى ما يبقاش الزبده فيه الحبيبات. دابا غادي نزيد مكون اخر اللي هو الجليكوز. بالنسبه للجليكوز كيخلي الصابلي كيجي معلق وكيبقى معنا مده طويله، محتفظين به مده طويله، يعني ما كيخسرش، كيبقى في القوام ديالو. دابا غادي نزيد هنا اللوز مملح. اللوز مملح هو اللي كيتباع عند عند اللي كيقولوا حنا سواسه، اللي كيتباع عندهم اللوز كيكون مالح ومحمر. كنطحنوه كنعشيوه مزيان كيتطحن. ودابا غادي نزيد الدقيق. بالنسبه للدقيق حتى هو يكون خاص بالحلويات ومغربل مزيان. ودابا غادي نجمع الخليط ديالي او هاد الحلوى هادي. ما كتحتاجش شي عناء بزاف، ما كتسدلكش اولا، يعني غير كنجمعوها بحال هكذا كيف ما كتشوفوني، بحال اللي كنبسبسها في الاول، يعني كنبقى معاها حتى كتجمع تماما. ما كيكون فيها لا بيض ولا حتى شي حاجه ولا زيت، غير هاد الدقيق هذا كتبقى معاه شويه بشويه حتى كيتجمع. فقط غير كنجمع انا كيف ما كتشوفوا، راه ما كنعجناش. هاد الصابلي هذا اولا هاد البسكوي هذا سبيسيال، كيجي بين المالح والحلو، كيجي مذاق ديالو خطير ومزيون كيحمق. حتى في الشكل ديالو راه معروف. اللي مميز في هاد الصابلي هو انه ما كتحتاجش انها تخليه يرتاح بزاف، غير كيف ما جمعته انا خدمت به. غادي نعمل واحد جوج البلاستيكات وغادي ولا جوج ديال بابي كويسون اللي عجبكم، وغادي نطلق الصابلي بهذا القاطع هذا ديالو. انا في الاول الفيديو ما تصور لي شي، ولكن الصوره هي واضحه. هذا القاطع هذا باش مزيون ما يلصق لكم شي، وان في كل تقطيعه كتسيسوه في الطحين، يعني كتعملوا في الطحين وكتقطعوا به. كيخرج كميه وفيره. هذا الصابلي هذا كنعملوه في الفران يطيب على درجه 150 160 درجه حتى كنشوفوه تحمر. غندوز لصابلي اخر ديال رافاييلو اللي كيجي بالكوكو، كيجي كيحمق في المذاق حتى هو مزيون وسهل في الخدمه. غادي نعملو الزبده حتى هي حيوانيه بحراره المطبخ، وغادي نعمل عليها السكر كلاصي. او كيف ما كتشوفوا كنمزجو مع بعضياتهم مزيان حتى كيرجعوا لي بوماد. وديك الساعه طبعا السكر كلاصي يكون سبيسيال ومغربل. ديك الساعه غادي نزيد عليه باقي المكونات اللي عندي فيه مايزينا والكوكو. بالنسبه لنواد كوكو ماشي ضروري يكون مزيت او لا، يعني هذا الصابلي هذا فيه مايزينا والزبده ديالو راه كيجي هشيش ورطيطه، كيجي غزال 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 في المذاق. وحتى هو ما فيهش عناء، يعني انا كيف ما خدمت به ما خليتوش يرتاح صراحه، كيف ما خدمت به طلقته. دابا عملت المايزينا، زدت هنايا بودرة اللوز والكوكو مع بعضياتهم. غادي نكمل الخليط حتى يتجانس مزيان. عاد ديك الساعه غادي نزيد البيض وغادي نجمع بالطحين. كيف ما قلت لكم هذا الصابلي هذا ما خليتوش يرتاح تماما، آه يعني كيف خدمت به طلقته. بالنسبه للطياب ديال الصابلي ولا اي نوع ديال الصابلي عندكم، ضروري ما يطيب على نار مهيله، باش على عافيه مهيله باش يدخل عليه الطياب وما يتحمرش دغيا وما يتلهفش معاكم بالحراره. كيف ما الصابلي الاولاني ديك بريتزل طيبته على 150 درجه حتى كيتحمر، يعني ما يديش اللون اكثر من ذهبي، باش كيبقى ديك التقرميشه ديالو والتعليكه. كذلك هذا غادي نعمل معاه آه، طياب حتى هو 150 درجة المدة ديال 10 حتى 12 دقائق، المهم على حساب الفران ديالك. كيف ما كتشوفوا زيت البيضة، زيت البيض وزيت حتى لاغوم ديال الكوكو، نكهة الكوكو. دابا صافي غنخلط كيف ما كتشوفوا، خلطت المكونات مع بعضياتهم. يمكن لك تخدموا حتى في الباتوغ
ولا تخدمو غير بيدك ساهل ماهل. غادي نجمع بالدقيق صافي وغادي نجمعو ما نصابليهش بزاف. هذا صافي غير كيتجمع فقط باش ما كيعطيناش ديك ملي نجيو نطلقوه ولا يجي يطيب ما يرجعناش في الفران، ما يتقلصش الحجم ديالو. شحال من واحد الصابلي كيلقى معاه مشكل هو في الطياب، كيكون دخل فيه الخدمه بزاف، يعني الصابلي كيبقى يتعجن اكثر من القياس حتى ديك الدقيق كيطلق الخيط ديالو. على داكشي كتجبر الصابلي صغار ولا ما بقاش في الفورمه ديالو. هنا فقط غير كنجمعو كيف ما كتشوفوا حتى يتجمع مزيان. هذا كيجي هشيش، واخا تشوفوه خفيف راه في الفران كيجي هو هذاك مع الطياب، كيجي هو هذاك. انا دابا غير كنجمعو كندخل فيه ديك الدقيق شويه بشويه. غادي نجيب جوج بلاستيكات كيف ما كتشوفوا غذائيين بحال هادو، وغادي نطلقهم على بعضياتهم. غادي نطلقهم عليهم بيناتهم. غير هذا الصابلي هذا اذا بغيتو تقطعوه يجي رقيق من الاحسن اذا كنتو غادي تعمروا بيناتهم، يعني بحال اللي غادي نعمل انا. غادي نعمر بيناتهم بالكرانشي د الكوكو. بغيتو تخليوه كيف ما قطعت بريتزل ما خليتوش رقيق، هذاك بريتزل الاولاني كيكون واحد شويه واش غليظ ماشي رقيق بزاف، حيت هو كيجي بوحديتو ما انتما شفتو ما كيتلصقش مع بعضياتو. هذا غتقطعوه رقيق. اذا بغيتو تعملوا بيناتهم شي مثلا كراميل ولا كوكو ولا اي حاجه بغيتو تعمروه بها من الداخل. غادي نجيب قاطع، اي نوع ديال القاطع. في الاول عملت هذاك جاني صغير ومن بعد بدلت بهذا. غادي نقطع كيف ما كتشوفوا غير كنتكي، ما كنديش يدي ونجيبو ما كنحركوش باش كيبقى الصابلي ديالي في لا فورم ديالو. غادي نقطع الصابلي كامل ومن بعد غادي نعملو في الطاوه. اذا شفتوا الصابلي ما كيعطيكمش في الطوع دخلوا هذا العجينه للثلاجه حتى تشبر في راسها مزيان، وعاد ديك الساعه نزلوها في الطاوه. كيف ما كتشوفوا السمك ديالها رقيق، حيت انا غادي نعمل بيناتهم حشوه. بغيتو تخليوه بلا حشوه من الداخل كتعملوه واحد شويه واش غليظ، وديك الساعه كتفندوه في الشوكولا. غادي ندوزو للصابلي الثالث اللي هو صابلي ديال الفاني. هذا صابلي عادي سبق لي شاركته معكم مرارا وتكرارا. حتى هو زبده حيوانيه بحراره المطبخ والسكر كلاص يكون مغربل وشويه د الفاني وقبيصه ديال الملح. غادي نخلط هكذا مع بعضيتهم ترجعوا لي بوماد. وهذا يمكن لك تخرج منه شحال من شكل وشحال من مذاق، يعني كتبقى تحكموا فيه كيف ما عجبكم. وسبق لي شاركت معكم بلاطوات ديال الصابلي، غادي نخلي لكم الرابط ديالو اسفل صندوق الوصف. من بعد ما رجعت زبده السكر كلاصي بوماد، زدت عليه الدقيق كيف ما كتشوفوا. غادي نعملو بحال هكذا، غادي نرملو غير غندخل فيه ديك الزبده معاهم مزيان. عاد ديك الساعه غادي نزيد البيض. هاد الطريقه هذه سبق لي خدمتها وعندي معتمده، يعني كتجي في الصابلي وفي اي طاغطوليت ولا في اي حاجه تخدموا بها كتجي بنينه ومقرمشه، وفي القوام ديالها كيبقى كيف ما هو ما كيحشمكمش زعما. غير باش ينجح معكم الصابلي هي انكم تتبعوا النصائح والمراحل بالتفصيل. اهم حاجه ان الصابلي ما كيتعجنش وما كيتجمعش بشي ماده سائله اخرى من غير البيض ديالو فقط. وسمحوا لي بعدا على الصوت ديالي لانني شويش عيانه. هاد الفيديو كنت عواله نصور لكم قبل من هاد الوقيته هادي وخا معطل دابا حيت كنت عيانه. ان شاء الله نتمنى نلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال وبصحه وعافيه، ودركوا تعملوا الصافي ديالكم ان شاء الله يا ربي. كيف ما كتشوفوا العجين ديالي جمعته صافي. غادي نخليه هذا يرتاح، هذا ضروري ما يرتاح ماشي بحال الاخرين. خليته واحد الساعه المكانه يرتاح، عاد غادي نطلقو بحال اللي طلقت اخر غندخلو للثلاجه. ودابا غادي ندوزو للصابلي ديال رافايلو. هذا الصابلي ديال رافايلو كيف ما قلت لكم عملتلو الكرانشي ديال الكوكو من الداخل. كيف ما شفتوا كندهنو وكنلصق جوج مع بعضيتهم. وطبعا كيبقى اختياري، بغيتو تعملوا كراميل رافايلو عفوا الكوكو اللي عجبكم. اهم حاجه ان الصابلي كيجي بنين بنين بزاف، وحتى في الشكل ديالو يمكن لك تخدم به شحال من شكل وشحال من مذاق. بما اننا كنعرفوا رافايلو كيكون ابيض يعني ديال الكوكو، وخليته انا في الطيم ديالو عملت له شوكولا بيضاء. ذوبت شوكولا طبعا في حمام مريم او حتى في الميكرو اوند. اذا شفتوا الشوكولا ديالكم ثقيل بزاف كتخفوه بواحد شويه ديال الزيت. غادي نعمل الصابلي ديالي وكيف ما كتشوفوا كنعملو على بابي كويسون وكندفعوه باش كيبقى لي الصابلي نقي.
وبالنسبة للتزيين طبعا كيبقى اختياري، كيف ما عجبكم كتزينوه. بغيتو تعملوا هاد هاد الورد بلدي بحال هكدا وبيستاج، بغيتو تعملوا اللي عجبكم. بالنسبة للصابلي الاخراني اللي عجنت في الرف ديال الفاني، بعد ما خليته يرتاح مزيان غادي نقطعو انا بهاد لومبورط بيس، وغادي نعمل هادو غادي يجيو فوق بعضيتهم. واحد قطعته يبقى سامبل، وهذا قطعته من الداخل. طيبته في الفران حتى هو على 150 درجه حتى يتحمر لي واحد شويوش، ومن بعد كنخرجو. عملت انا بالنسبه للتزيين ديالو، عملت الشوكولا بيضاء، وعملت له كولورو حمامي بنفسجي. غادي نعمل شوكولا غير للصابلي الفوقاني اللي غادي يجي مفيني من الفوق. كيف ما كتشوفوا الطريقه واضحه. وطبعا التزيين كيبقى اختياري، انا كنوريكم لا باز ديال الصابلي والعجينه اللي غتكون ناجحه معكم وكيفاش تخرجوها. وطبعا التزيين ولا التشكيل ديالو باي قطع كيبقى لكم اختياري، اذواق تختلف. المهم ان الفكره تكون وصلت. كنتمنى الفيديو ما يكونش معقد، واضح. واللي عنده شي تساؤل ولا اي استفسار كيف ما العاده كتسولوني سواء في الكومونتيرات ولا دخلوا عندي مواقع التواصل الاجتماعي اخرى اللي كنخلي لكم الروابط ديالها لتحت. مرحبا، كنجاوب على اي تساؤل. كيف ما كتشوفوا اهم حاجه ان الصابلي كيبقى في لا فورم ديالو، ما كيديفورماشي، وكيبقى كيف ما هو، يعني كيف ما قطعتيه كيبقى. وهي اهم حاجه كيف ما قلت لكم كتحافظوا على طريقه الخدمه ديالو. كيف ما كتشوفوا غادي نخليو هادو حتى يبسوا مزيان، وغادي نعمل لهم الكاناش. بالنسبه للتزيين انا قلت لكم كيبقى اختياري. انا عملت هنا واحد شويه ديال الكاناش. الكاناش عباره على شوكولا سبيسيال مع لا كريم، ذوبتهم مع بعضيتهم وغادي نعملوهم هكذا على بعضيتهم. يمكن لك تعمل فرومبواز، بغيتي تعمل كونفيتور، يعني كيبقى لكم اختياري وعلى حسب الذوق ديالكم. كيف ما كتشوفوا غنلصقهم هكذا على بعضهم، كيجي تناسق ديال الالوان ولا حتى المذاقات كيجي رائع. اما بالنسبه للصابلي بريتزل، راه هو انا فينيتو بالشوكولا بيضاء كيف ما كتشوفوا مع اللوز كونكاسي. عملت له كلاصاج فيريرو. غير بغيتو تعملوا غير شوكولا عاديه تفينيوها غير بالشوكولا عاديه او تخليوها هكذاك كيبقى اختياري. انا عملت هنايا شوكولا بيضاء مع اللوز كونكاسي محمر وشويه ديال الزيت غير باش كيخفف شي شويه واش ما يبقاش ثقيل. بغيتو تعملوه في البياض اولا تعملوه في الكحل كيف ما كان عندي في البلاطو. ما بغيتش غير نطول عليكم بزاف في التزيين، كيبقى داكشي في الاخير اختياري. ولكن هاد الصابليه هادي ما بغيتش توقف، كيف ما كتشوفوا انا نوزاو هي طيح. المهم ان الفكره تكون واضحه ووصلت لكم، وكنتمنى هاد الفيديو هذا يكون عجبكم وجا خفيف وظريف على قلب ديالكم. الى هنا كتنتهي الحلقه ديالنا. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال الاعجاب ديالكم بزاف ان شاء الله يا ربي. كيف ما كتشوفوا بلاطو مزيون مشكل بريستيج للعيد وجميع المناسبات. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى. ما تنساوش البارطاج مع الصحاب والحباب والاشتراك بالنسبه للناس الجدادين. ما تبخلوش عليا لا كتشجعوني انني نقدم لكم الجديد والمميز. كنشكركم بزاف بزاف، وعواشركم مبروكه وعيدكم مبروك. نتلقاوه بأحسن الأحوال وفي صحة عافية إن شاء الله يا ربي، ودمتم سالمين وإلى اللقاء.